هما نفس الثمن باش مشريين و... ونفس المدة باش تقابلوا في الكوري، هذاك 6 شهور وهذاك 6 شهور، وتباعوا بنفس الثمن. ولكن بالنسبة للتيراج والكيلو، هذا عطى اللحم وهذا عطاك اللحم، ولكن عطاك العظم وعطاك الجلد وعطاك بزاف ديال الحوايج اللي خاويين ما خدامينش كاع. دابا حنا في واحد العصر ديال الحساب ديال الماكينة، حنا في واحد العصر الانسان كيقلب على الربح. العجل هو الشطين الا شريتيه وصدق لك شي سلعة الله يعمرها سلعة، ملي كنقولوا صدق لك سلعة، صدق لك كياكل، صدق لك من داك النوع ديال البقر اللي مفصل، صدق لك ما مرض ما والو وزيان عندك، ضرب عندك واحد 10 شهور ولا 12 شهر، راك غتدي فيه حتى ل 12,000 درهم ديال الربح. السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة الخير، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نجاوب فيه على واحد السؤال، وهذا السؤال كيتطرح عليا باستمرار. شحال ديال الناس كيسولوني كيقولوا لي اخي بوجمعة، بالنسبة للعجل الهولشتاين يعني العجل كحل البيض، واش صالح للمشروع ديال التسمين او ما صالحش؟ الله يجازيك بخير الا ما ديرنا شي فيديو وشرح لنا وتهاود معنا وبارطاجي معنا الخبرة ديالك. ان شاء الله تعالى في هذا الفيديو هذا غادي نتهاود معكم بالعفوية وبالبساطة، ونبارطاجي معكم الخبرة ديالي وداكشي اللي كنعرف في هذا الميدان هذا. كما العادة الاخوان، ما تنساوش تتفاعلوا معنا باللايك والتعليقات الخوت والبارطاج، والناس اللي باقيين ما اشتركوش معنا اشتركوا معنا خوتي وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات ديالنا ان شاء الله تعالى. ونبداو على بركة الله. بالنسبة لهذا النوع ديال هاد البقرة الاخوان، هاد كحل بيض، انا ما كنبغيش نستعمل هاد العبارة ديال هاد الهولشتاين. بالنسبة لي انا، بالنسبة لي جديدة عليا، حنا ما كناش كنسميوه بهاد السمية، حنا كنسميوه كحل بيض ديال هولندا، البقر الرومي باختصار، حنا البقر الرومي. بالنسبة لهاد السلالة هادي غنرجع معكم شوية اللور في داك كدا 80 حتى التسعينات حتى 2000 كانت هاد السلالة هادي خدامة. هاد السلالة ديال هاد كحل البيض خدامة، كيشريوها الناس كيقرسوها كيبيعوها، المهم هي اللي خدامة، هي اللي ضاربة. مور 2000 ورد لهنا بان بقر جديد، بانت سلعة جديدة دخلت للمغرب، تخلطت مع هاد النوع هذا اللي كان هو اللي مسيطر. جربوها الجزارة، جربوها الناس، لقاوها خدامة، لقاوها كتعطيهم الكيلو، كتعطيهم الطوناج، اللحم ديالها فرق على الاخرى، بداو كيعتمدوا عليها. البقر كحل البيض بدا كيتراجع، بدا كينقص شويه بشويه تدريجيا، حتى وصل لواحد المرحله اللي كنقول انا هاد المرحله دابا راه مازال واحد 30% شاد، 70% كلها فقدها من بعد ما كان مسيطر هو 100%. انا غادي نقول لكم علاش وغنتعاود معكم بالتجربه. بالنسبه لهذا النوع ديال البقر، كما قلت لكم ديال هولندا والمانيا هما اللي معروفين به، وفيه الكحل والبيض معروف هو بالكحل والبيض، وفيه حتى الحمر والبيض ولكن قليل. ولكن اللي ما كيعرفوهش بزاف ديال الناس، خدموا عليه الامريكانيين وكندا وطوروه وزادوا شهروه في العالم. ولكن هو باش مشهور في العالم، هو السلالة رقم 1 اللي مشهورة في العالم، باش مشهور بالحليب، ماشي مشهور بالتسمين، بس هو معروف بالحليب. داكشي باش كتلقى تبارك الله البقرات كتعطيك 50 يترو 60 يترو غير هنا في المغرب عادي. اما الا مشينا للدول المتقدمه راكو عارفين، بالنسبه للاطباء، بالنسبه للعلف، بالنسبه للمرقد، بزاف د العوامل كيدخلوا فيها، كتلقاها كتعطيك كثر. اذا هذه السلاله ديال الحليب. بالنسبه للتسمين ماشي السلاله ديال التسمين. اذا دابا شنو وقع منين دخلوا هاد السلالات الجداد؟ كلشي اتجه ليهم، البياع شري اتجه ليهم، الجزار اتجه ليهم، المستهلك اتجه ليهم. الهولشتاين
نقص في مشروع التسمين. بزاف ديال الناس غيقول لك وحنا مازال كنشريوه ومازال كنعلفوه ومازال كنربحو فيه. انا متفق معكم هاد الفلوس، راني قلت لكم مازال 30%، راني قلت لكم مازال 30% ديال الناس اللي مازال كيكسبوه. انا غنذكر لكم شنو هي السلبيات والايجابيات ديالو باش هكذا تعرفوا علاش كنهضر انايا. بالنسبه للايجابيات ديالو هو هاد الكحل الابيض. اولا بعدا كتلقاه كيتباع صغير. وعلاش كيتباع صغير؟ كنمشيو للاسواق كنلقاوه كيتباع صغير كما قلت لكم على حساب الحليب، حيت هو سلاله ديال الحليب. الراجل اللي كتلقاه داير المشروع ديال الحليب وكتولد له البقره مثلا، كتولد له مثلا عجل ولا عجله، كيشوف ديك العجله الا كانت ديك العجله فيها واحد المواصفات ديال البقره الحلابيه وتعطي الانتاج ديال الحليب واحد الوقت، كيخليها كيربيها ما عندوش فيها مشكل. كان عجل كيزيدو السوق، كيبيعوا في السوق ولا في الكوري ولا بزاف ديال البلايص اللي كيتباعوا. داكشي باش حنا ملي كنمشيو للسواق وخصوصا السواق اللي كتلقى فيهم الناس اللي كيديروا هذا المشروع ديال الحليب بزاف، كنلقاو هذا النوع ديال البقر كيتباع صغير بزاف. هنا الناس كتشري هذا النوع هذا. كاين اللي كيشريه على حساب الفلوس ديالو، راس مالو قليل وعنده خبره، يعني ولد الدومين ولد الكسيبه، كيعرف يجرس، كيعرف يعلف، كيعرف، المهم عنده خلفيه. كتلقاه كيستهدف هاد العجول صغار كيشريهم، وكتلقاه هو عنده الحليب في الدار موجود وكيعطيهم داك الحليب وكيبقى يعاونهم شويه بشويه، كيحسنهم حتى كيكبروا كيدخلهم للكوري، كيقابلهم مزيان، كيسمنهم، كيبيعهم، كيربح فيهم. هذا النوع هذا كيخدم بواحد الطريقه ذكيه. كاين واحد النوع واحد اخر كتلقاه مازال عايش على داك الشيء القديم، مازال كيشريه من السوق، كيحاسنوا واحد شوياش، كيدخلوا للكوري، كيعلفوا ديك 6 شهور ولا كيديه كيبيعو، كيربح فيه ديك البركه، وغادي هو مازال هو كيشتغل بديك العقليه القديمه. هادو هما الاصناف اللي مازال كيكسبوا هاد النوع هذا. واش فيه الربح هو واش ما فيهش الربح؟ فيه الربح. شحال ديال الربح؟ شحال الناس قلنا شحال ديال الربح كيخلي؟ ما يمكنش الخوت شي واحد يقول لكم ها شحال غادي يخلي لكم العجل وها شحال غادي يخلي لكم بالتفصيل. الا قالها لكم هذاك راه ماشي حريف وكيكذب عليكم. ولكن انا غنقرب لكم المعنى انطلاقا من التجربه ديالي، لا بالنسبه للكوري ولا بالنسبه للبيع والشراء. غادي نقرب لكم المعنى واحد 70 ولا 80%. العجل هو الشطين، الا شريتيه وصدق لك شي سلعه الله يعمرها سلعه، ملي كنقولوا صدق لك سلعه صدق لك كياكل، صدق لك من داك النوع ديال البقر اللي مفصل، صدق لك ما مرض ما والو وزيان عندك، ضرب عندك واحد 10 شهور ولا 12 شهر، راك غتدي فيه حتى ل 12000 درهم ديال الربح. صدقت لك شي سلعه اللي ما مرضت لك او شي سلعه اللي مكايدره حاشاكم دايره بحال البغل، وخا تا كياكل كتلقاه غا كيعلى ويعطي الفورمه ويجعلق، لا رجول لا عنقره لا، المهم حاشاكم داير بحال البهيمه، ما فيه لا الصاله لا والو، فيه غير الكرش بحال السيتيرنا. هذاك راه ما كتكونش عليه العين، كيكون بقري مضلع. هذاك كيخلي لك من 4000 درهم حتى 7000 درهم ديال الربح. انا كنهضر في 10 شهور او في عام. بالنسبه للماكله كياكل بزاف هو، داكشي باش قبيله قلت لكم خاص الانسان يكون حريف اللي كيشريه، وهاد الناس اللي كيقابلوه راهم حراف. هو كياكل بزاف، لا بالنسبه للاعلاف ولا بالنسبه للتبن ولا بالنسبه للفص الماء، خصو ما يخطاش 24 ساعه على 24 ساعه. المهم فيه الربح. بزاف ديال الناس غايقول لك هو مادام هالسلاله فيها الربح، علاش انت كتقول لنا بقات قابطه واحد 70% واحد 30% و70% كلها فقدتها؟ انا نقول لكم علاش الاخوان. ملي قلت لكم اودي حنا في الثمانينات حتى ل 2000 كانت السلاله هي اللي خدامه، وجات سلاله اخرى وقضات عليها. دابا الخوت الجزاره، لا بالنسبه للجزاره ديال الباطوارات، المهم الجزاره ديال الكيلو ب
باختصار الجزاره اللي كيبيعوا يشريو في الكيلو ما كيديوش كحل بيض، الهولشتاين كما كيتسمى ما كيديوهش. علاش؟ السلبيات ديالو اللي غنذكر لكم، السلبيات ديالو العظم ديالو غليظ، ثانيا مكراش عنده الكرش، ثالثا الجلد ديالو غليظ، رابعا ما كتلقاهش لساس. جميع ما يكون ملي كنقولوا لساس ما كتلقاهش شي سلاله مصممه خصيصا باللحم بحال هاد السلالات اللي ذكرت لكم. هاد السلالات خدموا عليهم الناس اللي اطباء والناس العلماء ديال هاد الشيء، خدموا عليهم خصيصا سلالات خاصه باللحم. اذا هاد الجزار مثلا ديال الكيلو ملي غيجي هو ياخذ هاد الهولشتاين وغيذبحو وغيعلق اللحم ديالو في الباطوار وغيجيو الجزاره، والجزاره اللي غيجيو الجزاره فيهم انواع. دابا شحال من الناس كتلقاها كتسمن وكتبيع وما عارفاش الجزاره، كتسمع غير كلمه الجزار. الجزاره راه فيهم انواع، راه خصك تعرف تستهدف الجزاره شكون هما خصك تعرف شكون هما الجزاره اللي غتستهدف انت بعدا اصلا. انت مازال كتكسب بعدا هاد الهولشتاين، شكون هما الجزاره اللي كتستهدف؟ راه فرق ما بين الجزاره والجزاره. الجزاره دابا اللي خصك تستهدفهم وخاصك تطور مع الوقت وتشدهم وتخدم معاهم هما الجزاره ديال الكيلو، هما الجزاره اللي كيبيعوا ويشريو مع المطاعم المجهده، اللي كيبيعوا ويشريو مع ماكدونالدز، اللي كيبيعوا ويشريو مع الاوتيلات، اللي كيبيعوا ويشريو مع المشاريع المجهده بزاف. حيت هادوك كيستهدفوا ناس الفلوس، كيستهدفوا المشاريع الكبيره. الا تصافتي معاه غتستافد منه لا ماديا ولا معنويا، وفلوسك ما غتمشيش وغتزيد تطور. هادوك هما الجزارات اللي كيديو هاد السلعه اللي قلت لكم ديال البلجيكي وديال الليموزين وديال الطالياني وديال الشاروني. وهادو هما الجزاره اللي كيخدموا معاهم الناس اللي كتلقاهم كيشتغلوا بذكاء وكيشتغلوا بواحد التطور وكيشتغلوا بواحد التقنيات. تخلاو على هاد النوع البقر المطلع، البقر ديال العظام، البقر ديال الجلد، البقر تخلاو عليه ولاو كيديروا البقر ديال اللحم. وهادشي هو اللي كنت بارطاجيتو معكم في الفيديوهات اللي دازو. قلت لكم ودي الانسان خاصو يتطور، الانسان خاصو دائما يتطور، دائما يتلاقى مع الناس ديال الكيلو، يتلاقى مع الناس اللي غتزيدك، اللي غتزيد بك لقدام. بالنسبه لك حال بيض، العظم ديالو غليظ، الجلد ديالو غليظ، مكراش، ما مفصلش. الجزاره اللي كيديوه شكون هما؟ الجزاره اللي مازال كيديو دابا حاليا هاد البقر هذا هما الجزاره الحوانتيه، الجزاره اللي كيبيعوا الخضر، كيبيعوا الكيلو. الجزاره اللي كتمشي عنده كتقول له عطيني كيلو ولا 2 كيلو. واش ملي تقول له انت عطيني كيلو ولا 2 كيلو وعطاك هو اللحم، واش غتقول له انت لاش عطيني العظم؟ ماشي من حقك، حيت هو راه كيعطيك حقك ديال العظم وحقك ديال اللحم. اذا داك العظم هو واخا حتى كيشريه وطايح عليه بالفلوس كيبيعوا لك، شكون اللي خاسر هنا؟ خاسر المستهلك. بينما هذاك اللي كيبيع اللحم ديال الكيلو، داك الجزار اللي كيجي عنده اولا بعدا كيفهم في اللحم وكيعرف في اللحم. راه شحال من الناس اللي ما كيفهموش في اللحم وما كيعرفوش في اللحم، كيعتقدوا اللحم غير غنذبحوا حاجه جديده كتقطر بالدم نقيه صافي هذيك هي اللحم عنده. لا، اللحم راه عالم واحد اخر. الناس اللي كتفهم في اللحم راه كتفهم في اللحم وراه فاهماني شنو كنقول واش كنقصد. هذوك الجزاره اللي كيستهدفوا مولين الكيلو كيبغيو الهبره، كيبغيو اللحم، حيت هما كيخرجوا الكفته، كيخرجوا كوتلي، كيخرجوا المهم داك اللحم كيخرجوا منه العجب. ما عندوش الغرض هو بالعظم، كيبغي هو اللحم. هاد البقر اللي هضرنا عليه كيوفر لك هاد الكميه ديال اللحم. باش البلجيكي كتلقاه من حدو كيكبر والرجول ديالو كيعراضو، العنقره ديالو كتكبر، الظهر ديالو كيبان لك كبير، كتقول هذا عالم الله العظام ديالو قداش هو. ملي كتذبحو كتلقى العظام ديالو بحال ديال بلارج. الا درنا واحد المقارنه وخدينا مثلا 2 ديال البقر، خدينا واحد كحل بيض خديناه مثلا ب4 الملايين، وخدينا واحد بلجيكي ب4 الملايين وذبحناهم بجوج، بلجيكي او ليموزين او المهم هاد السلاله اللي مخصصه باللحم، وخديناهم بجوج وذبحناهم وسمسرناهم وهزينا العظام ديالهم ووزناهم. غنلقاو داك البلجيكي عنده واحد 30 كيلو ديال العظم، وغنلقاو داك الهولشتاين داك كحل بيض غنلقاوه عنده واحد 50 كيلو ولا 55 كيلو ديال العظم. اذا هذاك
هذيك 20 كيلو ديال العظم اللي زايده، ولا 25 كيلو، ماشي راه محسوبه ب 100 درهم للكيلو. ضرب حساب بشحال، ماشي ب 2500 درهم. زيد عاد الكرش، كتلقى عنده الكرش بحال السيتيرن. هذيك الكرش ملي كتاكل راه كتاكل من اللحم، كتنقص من الكيلو د اللحم. الجزار الا كان غياخد العجل مثلا ب 4 الملايين وداير له، غيدير له مثلا واحد 300 درهم ولا 280، داك الكرش كتاكل كيدير له هو غير 220. ولا هو اصبح اللحم طايح عليه ب 140 درهم الكيلو مثلا، على العكس ديال البلجيكي وليموزين والطالياني والشكالات الاخرى اللي مسمى خصيصا اللحم. الجلد، الجلد هذاك العجل ديال 4 الملايين يدير لك حتى 12 كيلو ولا 14 كيلو بالنسبه للكحل الابيض. اما بالنسبه للبلجيكي كيدير 6 كيلو 7 كيلو. وهي عندك 6 كيلو غادي الجلد بالفرق. 6 كيلو 700 درهم راه 600 درهم، زيد على 2500 درهم ديال العظم. ولا لنا خطيه كبيره. وهما نفس الثمن، نفس الثمن باش مشريين ونفس المده باش تقابلوا في الكوري، هذاك 6 شهور وهذاك 6 شهور، وتباعوا بنفس الثمن. ولكن بالنسبه للتيراج والكيلو، هذا عطى اللحم وهذا عطاك اللحم، ولكن عطاك العظم وعطاك الجلد وعطاك بزاف ديال الحوايج اللي خاويين ما خدامينش كاع. دابا حنا في واحد العصر ديال الحساب ديال الماكينه، حنا في واحد العصر الانسان كيقلب على الربح. داكشي باش الناس اللي كتلقاهم كيكسبوا هذا النوع هذا، مازال كيكسبوا هذا النوع هذا، غالبا كتلقاهم ناس فلاحه بسطاء، ما كتلقاهمش ناس ديال الرياضيات. اما الناس ديال الرياضيات كلهم ما كيكسبوش هذا النوع هذا، كيكسبوه الحليب، البقره ديال الحليب صافي. اما لو كان هذا النوع هذا مثلا غيسر لك هذاك اللي كيبيع لك انت هذاك العجل ديال الحليب مثلا، راه عنده امكانيات يدير كوري ويربطو هو. لا زعما كان ما عندوش الفلوس، كان ما عندوش امكانيات، كان ما عندوش. كاين اللي ما مساليش وما عندوش مع الدومين، وكاين اللي كيضرب هذا الحساب اللي كنقول لكم انا. حتى لا غتلقاه عنده واحد الكوري وداير التسمين، غتلقاه يبيع هذاك ويشري البقر اللي خدام في هذا الوقت هذا باش يسمنو، باش ملي كيمشي يبيع كيبيع بالكيلو. حيت الخسر الكيلو، البيع والشراء بالكيلو. الا كنتي كتعرف تبيع وتشري بالكيلو وكتحق الميزان، وانت اللي معلف وعارف شنو معلف، الارباح ديال الكيلو كتزيد على الربح ديال الواقف. يعني الا كنتي غتدي انت للسوق وغتبيعو بواحد الطريقه تقليديه وغتربح فيه واحد 10000 درهم، الا بعتيه بالكيلو هذاك العجل نيت راك تقدر تربح فيه حتى 15000 درهم. حيت الكيلو كيعتمد على السلعه وعلى العلف شنو معلف، وكيعتمد على التقليبه، على الحرفه. داكشي باش دابا كاع الناس اللي واصلين في الدومين كتلقاهم كيبيعوا الكيلو، كيتهاوتش معاك بهذا الواقف. هاد كلمه الواقف مازال عند الناس كما قلت لكم، الناس القشيشبيين، الناس البسطاء. اما الواقف ما كيتهاوتش معاك به وما كيعرفوش اصلا. كي كتوقف معاه كيقول لك الكيلو سواء عجل خضر سواء سمين. نتمنى من الله الخوت نكون جاوبت هاد الناس وجاوبتهم بواحد الطريقه اللي مبسطه والطريقه اللي يفهموها، ونكون كما كيقولوا صبت عين الحقيقه. انا قلت لكم بالنسبه للعجل الهولشتاين، الا باغي تكسب وباغي تطور من راسك وباغي تزيد للقدام وباغي تستهدف جزاره موين الفلوس وتستهدف جزاره اللي غتاكل معاهم الخبز وجزاره اللي غدير معاهم المستقبل وغتزيد للقدام، تخلى على هاد البقر ديال العظام وهاد البقر ديال البلاد باختصار، تخلى عليه ودوز للبقر ديال اوروبا. البقر اللي اختصاصي في اللحم، اختصاصي كيرفد اللحم، اختصاصي في التسمين. الا باغي تربح الفلوس وتصور الفلوس، كنتي واحد الانسان اللي فلاح قشيشبي راس مالو على قدو، كيفهم يسمن، كيفهم يبيع، عندك واحد البركه قليله، معمر الوقت، ماشي مشكل تشري عجيل صغيور تعاونو بالحليب كدا، وانت كدير باني كيجيب الله هذيك 10000 درهم في العام في العجل، ولا 7000 درهم ولا اللي قسم الله، تبارك الله ماشي مشكل. المهم الاختيارات، اللي بغى ليمنها ليمن واللي بغى شمالها الشمال. الراي ديالي انا عطيته لكم. انا بالنسبه ليا الا تطرح السؤال عليا انا مثلا شنو نفضل، ما نفضلش انا الهولشتاين كحل البيض، ما نكسبوش. علاش ما نكسبوش؟ انا قلت لكم علاش. انا كنبغي واحد الانسان اللي دائما يتطور، دائما يكسب وهو مرتاح، يكسب ويزيد في الارباح، يكسب ويزيد يتلاقى مع الناس ما احسن،
كنت كنمشي للسوق انا وكنتعذب وكنمشي في الليل ونوقف ويجي واحد اخر ويبقى يحشي فيا الهضره ويبقى ينخص لي العجل ويبقى يساومني بواحد الطريقه قديمه ويلاقيني مع ناس اميين. انا لا، انا غنولي نبيع بالكيلو، غنبيع مع ناس نقيين، لا بالنسبه لعقلهم، لا بالنسبه للفلوس، لا بالنسبه للوعي، لا بالنسبه لاي حاجه. انا خصني نزيد خطوه ماشي نرجع خطوات للور. ما خصنيش انا نبقى مستقر في نفس الدرجه اللي انا فيها. البارح كنت كنبيع في السوق الشعبي، غنبقى ديما انا كنبيع في السوق الشعبي؟ لا، انا خصني نتطور. البارح كنت كنبيعو واقف، دابا غنبيعو بالكيلو. البارح كان كيجي عندي الجزار انايا الكوري عندي وكيشري مني بالكيلو، دابا انا غنتقل البلاصه اللي فيها الجزاره، مثلا غنتقل لطنجة ولا غنتقل كذا وندير تما كوري ونقرب لهم المسافه، نجي حداهم. وهكذا الانسان يشغل دماغه. انا كنشير لكم وانتم الخو تفهموا. الانسان خصو يشغل دماغه باختصار، يشغل دماغه ويحل عينيه مع الوقت ويشوف الحاجه اللي خدامه يمشي معاها. ديما خصو يمشي مع الموجه. الانسان خصو يتعلم يركب الموجه في اي حاجه. الا ما ركبتيش الموجه كون على يقين غتبقى في اخر الركب. المهم الخوت، كنتمنى من الله ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو، وكنتسنى منكم تعطيوني الراي ديالكم في التعليقات. وكما العاده كنتعاود معكم بالعفويه وبالبساطه، كنفتح الكاميرا وكنخاطبكم الا كان شي غلط ولا شي حاجه ها وها. كنتمنى منكم المعذره، وكان معكم بوجمع البحري. السلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله تعالى.